النادي الأهلي بيكتسح جرماهيا الكيني في ملعبه بثلاثية نظيفة والعودة لثلاثيات الأهلي. بس على فكرة الماتش ده مش تفاصيله إن الأهلي كسب وخلاص، الماتش ده فيه تفاصيل كتيرة ونقط كتيرة لازم تركز فيها قوي وتبص لها، لأن هتغير منظورك لشكل وأداء النادي الأهلي خصوصا في الموسم الجديد. اهلا بيكم في استوديو الكوره. وقبل ما نبتدي النهارده، يعني المولد النبوي الشريف، يعني مولد خير خلق الله، اشرف المرسلين واشرف خلق الله سيدنا محمد عليه الصلاه وافضل السلام. ما تنساش تصلي على سيدنا محمد في الكومنتات. ونبتدي حلقتنا بالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساش فضلا وليس امرا تعمل لايك للفيديو، تعمل شير، ولو انت مش مشترك في القناه تشترك عشان يوصلك كل جديد من استوديو الكوره. النادي الاهلي النهارده على ملعب نادي جورماهيا الكينو، على ملعبه بطل الدوري الكيني في وسط جماهيره. النادي الاهلي بيعمل اداء مميز ومختلف. ايه المختلف في اداء النادي الاهلي؟ النادي الاهلي بيكسب مرتاح طول عمره، والمباراه 23 على التوالي دون هزيمه، ده النادي الاهلي. لا، في اختلافات في التكتيك كتيره. شفنا عطيه الله النهارده، اي نعم لسه في اول مباراه ليه ومش منتظر، مستنيين اكتر من كده. شفنا رامي ربيعه بيجيب جون، شفنا وسام ابو علي ما سجلش، شفنا حاجات كتيره قوي، شفنا بيرسي تاو كالعاده بدايه الموسم، وربنا يستر من بدايه الموسم والتكمله ما بعد بدايه الموسم. تعالوا نتكلم في مجمل تفاصيل الماتش لان الموضوع فيه تفاصيل كتيره قوي. النادي الاهلي ابتدى بالشناوي، وابتدى بعطيه الله ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمد هاني واكرم توفيق، وعندنا مروان عطيه وامام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات وسام ابو علي. تشكيل ما فيهوش الا صفقه واحده جديده، هو يحيى عطية الله. طيب، يحيى عطية الله اداؤه النهارده كان كويس قوي، على فكره اداؤه كان جيد بالنسبه للبدايه، ما كانش اقوى حاجه في كل التمركزات الهجوميه والدفاعيه، بس مجمل صفقه اول يوم على ملعب خارج ملعبك في اجواء افريقيه، هو بعيد عن اللعب بقاله فتره وفي الدوري الروسي اجواء تانية خالص. بدايه موفقه تؤشر للعيب جاي بقوه وهيعلى مستواه بسرعه، وفي المطوشه الثقيله والاستادات الحلوه المظبوطه، الاستادات بتاعتنا مش الملعب اللي احنا شفناه، هيفرق كتير قوي يحيى عطية الله. طيب ايه المفاجآت كمان؟ التشكيل اللي حصل او اللي حصل في المباراة، المفاجآت التشكيل ما فيش غير يحيى عطية الله، غير كده الاجمالي التشكيل الجاي هو تشكيل النادي الاهلي المعتاد. الملفت في الموضوع بقى هو اداء النادي الاهلي والطريقه اللي بدا بيها النادي الاهلي. النادي الاهلي بدا كالعاده مباراته خارج ملعبه، دايما كان النادي الاهلي بيبتدي خارج ملعبه ضغط عالي على المنافس، وده اللي نجح فيه على طول في بدايه المباراه. في الدقيقه 13 هدف، والدقيقه 14 هدف، يعني انت بتتكلم هدفين ما بينهم دقيقه ونص تقريبا او دقيقتين او اقل، بسبب الضغط العالي. الاول ضغط عالي في كره عرضيه، كان عندك وسام ابو علي خارج الملعب، لانه الحكم شاف انه تلقى العلاج، والحكم النهارده كان سيء صراحه، مش افضل حاجه تماما. كان في سمح بتدخلات كبيره كانت ممكن تؤدي لاصابات كارثيه لعيبه النادي الاهلي، فالموضوع كان عنيف جدا من لعيبه جورماهيا الكيني، فكان خطأه او اخطائه كتيره قوي. واليوم ما فكر يطلع اول انذار طلعه لمروان عطيه. النادي الاهلي بقى يبتدي اهدافه على طول في اول ماتش، قبل ما تيجي اول ربع ساعه، ده في اول ربع ساعه جاب لك هدفين من الضغط العالي والاداء المميز اللي بادئ بيه كولر. ستايله الضغط العالي، ودايما بيعتمد الطريقه دي كولر بالذات لما يكون بيلعب خارج ارضه بره، يبتدي يضغط في اول نص ساعه او في اول الماتش ضغط عالي جدا لغايه ما يوصل لجون او جونين، ويبتدي ينسحب بقى ويتراجع تاني بستايل اداؤه. الماتش ابتدى على طول، وعلى طول الاهلي ماسك الماتش وضغط من الاول على نص ملعب جورماهيا. الدقيقه 13 يجي كرة عرضيه كورنر، وسام ابو علي بره يعني الحكم قال لك بيتلقى العلاج، وهو ما تلقاش علاج ولا حاجه، فطلعه بره، فالكره العرضيه بتتلعب تمام. الكره تترد تاني تطلع بره ال 18، يستلمها حسين الشحات 1 2 بالكعب عالمي من بيرسي تاو لحسين الشحات اللي بيلعبها على العرض ويتدربك الجون والدفاع، تعدي الرامي ربيعه اللي متمركز تمركز 10 على 10 ولا اكنه وسام ابو علي في عزه، يحط الكره في سقف الجون والهدف الاول للنادي الاهلي. وكل ده وسام ابو علي بره طبعا بسبب الحكم اللي كان سيء جدا وكان متاخر جدا في قراراته، وتدخلاته العنيفه من نادي جورماهيا الكيني ولاعيبته اللي كانت عنيفه جدا في كور كتيره قوي مع لعيبه النادي الاهلي، وهو كان بيفوت، ويوم ما افتكر يطلع اول كارت طلع لمروان عطيه لما شد اللعيب، انما غير كده ما شافش حاجه. يجي الجون الثاني في دقيقه ونص، بعديها ما كملتش الدقيقتين ضغط عالي على الثلث الامامي بتاعهم من امام عاشور، يقطع الكره ثرو باص للمتالق بيرسي تاو في بدايه الموسم كالعاده، يعني راح مرقص الجون على الوسع الراجل وحط الكره وهو رايق وطلع احتفل هو واللعيبه وزي الفل. يعني بيرسي تاو زي كل سنه، الله ينور يا بيرسي تاو، وربنا يبعد عنك الاصابات ويبعد عنك المستشفيات يا عم بيرسي تاو يا رب. الجون الثالث حكايه، بس قبل ما اخش للجون الثالث، مارسيل كولر
عامه قسم الماتش بشكل حلو قوي. مارسيل كولر بيعلي على نفسه تكتيكات المباريات. مارسيل كولر عمل لك 3 تغييرات في الدقيقه 62، ودي نقطه وعلامه مضيئه جديده لمارسيل كولر. يا جماعه مارسيل كولر بقى بيعمل تغييرات بدري، و3 تغييرات: قفشه وطاهر، تمام، وكوكا مكان مروان عطيه وامام والشحات، اللي هم ارهقوا بدنيا في الماتش مع الانذار اللي واخده مروان عطيه. الجديد بقى والمفاجاه طاهر محمد طارق. طاهر يعني بدع فتح شارع باسمه، يعني اخذ الجبهه الشمال والراجل انطلق، الله اكبر عليه، وجاب كره تسديده في الشبكه من بره، كان على الاقل ممكن على النادي الاهلي عن طريقه يتسبب في هدفين 3. اقل واجب. طاهر لو استمر برضه بالفورمه اللي بيبتدي بيها الموسم كالعاده ويكمل هيفرق كتير قوي. يعني طاهر واضح ان هو مركز، كولر عاطيله ثقه عاليه وهو بيأدي بطريقه قويه جدا. يعني اتمنى طاهر يظبط الدنيا. يجي الجون الثالث بقى، كره لوسام ابو علي يتدربك، وسام اللي كان بره، يعني خارج نطاق الخدمه النهارده لاول مره لوسام. ماتش وحش صراحه ليه، مش موفق تماما. تتدربك وتترد، يجي مين القناص النهارده؟ بيرسي تاو، راح خاطفها من جوه ال 18 ومخلص لك الماتش 3-0. والنادي الاهلي مستمر في الثلاثيات وانتصار ال 23 او 23 ماتش بدون هزيمه، واداء مش طبيعي. الله اكبر للنادي الاهلي، تمسك الخشب. تمركزيه لعيبه النادي الاهلي وتكتيك وفرقه النادي الاهلي. فرقه النادي الاهلي لو في الاهلي بتاع الموسم اللي فات والاهلي اللي بادئ الموسم ده لعبوا بعض، فرقه الاهلي الجديده تكسب. ليه؟ كولر تحسه ان هو ذاكر نفسه. عارف يعني ايه ذاكر نفسه؟ يعني انا شفت اخطائي فين والمشاكل فين والتعليقات فين واشتغلت عليها. فكولر الله اكبر راجع، الراجل مركز فايق، مذاكر جورماهيا كويس قوي، موزع تكتيكه على الماتش كله. حصل شويه اخطاء في ثغرتين ورا الباكين، ورا يحيى عطيه الله، ورا محمد هاني، فكان في اكتر من هجمه الشناوي شالها. كل الامور هتتعدل. لسه برضه لعيبه برضه مرهقه، لعيبه جت اجازه صغيره، دخلت على المنتخب او المنتخبات بتاعتها رجعت على طول. الدنيا كانت مضغوطه وصعبه، بس النادي الاهلي مبشر قوي. النادي الاهلي هيتعب الزمالك في السوبر، و70 75% الماتش بتاع الاهلي على الورق وعلى كل حاجه. تقول لي ليه يا عم؟ نادي الزمالك عامل صفقات وعامل وعامل وعامل. اوكي، كولر قصاد جوميز، كولر قولا واحدا. جوميز انا بشوفه مدرب وسط جدول، مش مدرب فريق ينافس على لقب. وكل تاريخه يقول نفس الكلام اللي انا بقوله، مطالباته بتقول نفس الكلام اللي انا بقوله، قناعاته باللاعبين وتوظيفهم بتقول نفس الكلام اللي انا بقوله. متواضع تكتيكيا براحتكم، بس الكوره في الملعب بتقول كده. صفقات ووزن لعيبه نادي الزمالك بيقل مش بيزيد، وجهه نظري لغايه دلوقتي. احنا لسه ما شفناش كل الصفقات او الدنيا فين، لسه ما شفناش ميشيلاك، ولسه ما شفناش وما شفناش وما شفناش. حتى اللعيبه دول هتبقى في السوبر، يعني الزمالك هيبقى في التوب فوكس وفي التوب فورم، ما يجيش حتى مع اهلي السنه اللي فاتت يصد معاه. قولا واحدا، نادي الزمالك محتاج مدرب قوي، محتاج تحسينات في اللعيبه. والوضع الاداري انا عارف صعب جدا جدا جدا، وفي فلوس كتيره قوي على نادي الزمالك، فهو بيتحرك في نطاق المعقول ونطاق المسموح وبيجتهد. بس انا بقول لكم حتى ده هيبقى في التنافسيه غير كافي لنادي الزمالك انه ينافس على لقب. الامل الوحيد اللي شايف برضه نادي الزمالك قوي فيه هو الكونفدراليه تاني، بس الكونفدراليه السنه دي اقوى من السنه اللي فاتت، فنادي الزمالك يحتاج يعمل تدعيمات مظبوطه عشان يكمل في الكونفدراليه وياخدها للمره الثانيه على التوالي. ده اسلم حاجه واسلك حاجه لنادي الزمالك. التعادل بتاعه بكوره عبد الله السعيد امبارح ما يبشرش، ده هي كوره وتسديده تانية برده كانت لعبد الله السعيد، يعني هو الماتش كده. اوكي، فنادي الزمالك مش مبشر، نادي الزمالك محتاج يشتغل اكتر واقوى. وفنيا نادي الزمالك مش اقوى حاجه، يعني نتكلم علامه استفهام جنب جوميز المدير الفني. نرجع للنادي الاهلي المبدع النهارده وثلاثياته، وهيعتقد هيدي على الاقل 3-4 على الجرماعي هنا في مصر، استاد القاهره اقل واجب على ملعب النادي الاهلي. فحتى جرماهيا النهارده نزل بوست بعد المباراه ان زي ملاكم كده بيتضرب، فاللي هو الحمد لله ما اتضربناش قوي، هم 3 اجوان بس، يعني بيتريقوا على نفسهم، عارفين الوضع بيلعبوا النادي الاهلي. النادي الاهلي طريق 13 ان شاء الله مفتوح ومستمر بالنجاح باذن الله، وهو اول المتاهلين باذن الله للدور اللي بعد كده. وان شاء الله مشواره باذن الله للنهائي يبقى سهل على قوه النادي الاهلي. ان شاء الله ما فيش حد يصد قدام الاهلي. الاهلي كبير القاره وكبير كبير افريقيا واسيا والشرق الاوسط قولا واحدا. وان شاء الله كمان مباراه العين في استاد القاهره في شهر 10 اللي جاي، ويكمل بعد كده الدور اللي بعد كده، يلاعب بطل الكسبان من بطل امريكا الشماليه والجنوبيه، عشان الكسبان في النهائي يوصل يقابل ريال مدريد. على فكره علي معلول
احتمال كبير يبقى جاهز في النص الاخير من شهر 11، ودي خطوه مبشره ان ممكن علي معلول تستفيد بيه كمان قريب قوي الفتره الجايه. يبقى في عندك يحيى عطية الله وعلي معلول في ناحيه واحده، الموضوع هيبقى ضرب نار ضرب نار. اللعيب بقى بتاع النادي الاهلي شيكابالا، شيكابالا في عزه. اوسو اللي النادي الاهلي بيفاوضوا اللعيب ده، اتفرجوا على فيديوهاته وشوفوا السكيلز بتاعته وتفاصيله، ده شيكابالا في عزه. انتوا متخيلين لو شيكابالا في عزه في النادي الاهلي هيبقى عندك جناح عامل ازاي؟ ديبيس اوسو مهاجم من الطريقه دي، جوانه شبه جوان شيكابالا، مهاراته شبه شيكابالا، هو في نفس الشيب بتاع جسم شيكابالا. شيكابالا هيبقى في النادي الاهلي، انت متخيلين؟ شيكابالا الجديد في النادي الاهلي، ده ديبيس اوسو. الصفقه الجديده اللي لو تمت من نادي جوانز الصيني، صفقه هتبقى واو واو واو، هتشوفوا لعيب حريف قوي. وشيكابالا جديد بس في الاهلي بالتيشيرت الاحمر، وهيفرق يودي النادي الاهلي في حته الاجنحه والتوظيف، لان النادي الاهلي اللعيب اللي بيضم لجوه ويسدد مش دايما عنده الشويط ده. يعني من فترات كبيره ما عندناش شويط من ايام ابو تريكه، واي نعم قفشه بيجيب جوان، بس انا بتكلم على جناح شويط، حد بيتوظف على ويضم لجوه بالرجل العكسيه ويشوط بنفس ستايل شيكابالا. هيفرق كتير قوي مع النادي الاهلي، وهيفرق في كواليتي التشكيل والاوبشنز المتاحه لكولر في الفريق. في نهايه الحلقه اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، ولو انت مش مشترك في القناه تشترك عشان يوصلك كل جديد. كنتم مع استوديو الكوره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.